قرية بيليس الكردية من عشيرة الكيتكان وعشيرة علي الدين، ومن عوائلها المعروفين في المنطقة عائلة عزيز الكردي. لهم صلة قرابة مع قرى الكردية مثل نعمان وشاوة وتل شعير وتل جرجة وشبيران وقع الكلبين وقرية مريغل وقرى كوبني مثل شيران وحلنجة. عدد سكانها حوالي 1500 نسمة، ومساحة القرية 1300 هكتار. تتبع لمحافظة حلب منطقة الباب ناحية الراعي، تبعد عن حلب شمالا 66 كيلومتر، وعن الباب شمالا 35 كيلومتر، وعن الراعي شرقا 20 كيلومتر، وعن حدود التركية جنوبا 18 كيلومتر. تحدها من جهة الغرب قرية تل الهوى، ومن جهة الشرق قرية تل شعيب، ومن جهة الشمال قرية تل الحجر، ومن جهة الجنوب قرية حليص التركمان. تشتهر القرية بزراعة القمح والشعير والعدس والكمون. في درجة الأولى شجر الفستق الحلبي وشجر الزيتون والعنب والتين، وأيضا تربية المواشي مثل الغنم والبقر والماعز، وتربية دجاج البلدي. وأغلب عوائل يملكون ورشات خياطة ومصانع الأحذية في حلب قبل الأزمة السورية، أي قبل تخريب المدن. وفي عام 2012 عادوا الأهالي إلى القرية من حلب وأسسوا ورشات ومحلات وبناء منازل، ولكن بعد سيطرة الفصائل على المنطقة بدأ المعاناة في القرية من خطف وطلب فدية بحجة دعم الثورة وحجز سياراتهم بحجة تعبئة للثورة. استمر حتى عام 2014، حتى انشق داعش من بين الفصائل وغير ملابسه وأعلامه. بدأ اشتباكات بينهم استمر لمدة 10 أيام. سيطر داعش على القرية، وكان المعاناة تنتظر الأهالي من خطف وذبح وتعليق في ساحات القرية وعلى مفارق الطرق، معلقين مقطوعين الرؤوس لمدة 3 أيام، ورمي جثثهم في أماكن القمامة بدون دفنهم، وجرهم إلى دورات شرعية وسجون بحجة أكراد كفرة مرتدين عن الدين. أغلب سكان القرية ترك القرية وهاجروا إلى مناطق آمنة وإلى تركيا ومنها إلى أوروبا. وبقي كبار السن في القرية حتى عام 2017 أثناء دخول المرتزقة المدعومة من جيش التركي وهروب قسم من داعش، وقسم الأكبر لبس لباس جيش الوطني والشرطة العسكرية وفصائل تركمانية وما زالوا موجودين. والمعاناة مستمرة والضغط على الأهالي، الهدف منه تفريغ القرية وتسكين غرب بدلا عنهم، واستيلاء على أملاكهم وبيوتهم، وتغيير ديموغرافية المنطقة بدعم من الدولة التركية عدو الشعب الكردي. المعلومة من أحد سكان المنطقة، وأنا ألقيها بصوت محمد الأحمد، والشكر للمحامي علي عبد الله كولو.